السلام عليكم واهلا بيكم معايا النهارده في وصفة جديدة من وصفات مطبخ رودي. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض نوع من اسهل واجمل انواع المعجنات. هنعمل الشريك بعجينة سهلة وزي القطن تماما، حاجة كده لذيذة جدا في الفطار او في العشاء مع كوباية شاي. وبما اننا خلاص دخلنا في الشتاء فهنعمل مع بعض الفترة الجاية دي ان شاء الله معجنات كتير بانواعها. يلا بقى قبل ما نبدأ الفيديو عايزاكم تعملوا لايك كتير وشاركوا الفيديو مع اصحابكم علشان يوصلكوا كل اشعارات بالفيديوهات اللي انا بنزلها. ويلا بينا نبدأ على طول. عندي بقى المقادير بتاعتي سهلة جدا وبسيطة، يعني موجودة عندك في البيت، مش هتجيبي اي حاجة من بره. فعندي في الاول كوباية من اللبن الدافية او كوباية حليب دافي، هضيف معاها نص كوباية من السكر ومعلقة كبيرة ونص من الخميرة. هقلبهم بقى كويس جدا مع بعض بالشكل ده. وبعد كده عندي بيضة كاملة وبياض بيضة، وصفار البيضة التانية أنا ركنته على جنب وغطيته ببلاستيك راب، وده اللي أنا هدهن بيه وش الشريك. فأنا دلوقتي ضفت بيضة كاملة وبياض بيضة، وضفت معاهم نص معلقة صغيرة من الفانيليا ومعلقة كبيرة من الخل الأبيض وكمان نص معلقة صغيرة من الملح. هقلب بقى كويس بالشكل ده لحد ما اتأكد ان كل المكونات اندمجت مع بعضها كويس. وبعد كده هضيف نص كوباية من الزيت. هرجع بقى اقلب تاني. شايفين بقى المقادير بتاعتنا قد ايه سهلة وبسيطة كده. خلاص خلصنا كل المقادير بتاعتنا، مفيش غير الدقيق. عندي بقى الدقيق، عندي هنا حوالي 600 جرام من الدقيق اهو، دقيق ابيض نخلاه كويس جدا. هضيف بقى الدقيق دفعة واحدة بالشكل ده، وهضيف معاه معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وهعجن بقى كويس. طبعا في المرحلة دي لو انت عندك عجان هتضيفي الدقيق وتضيفي عليه باقي المكونات بتاعتك وهتشغلي العجان. ما عندكيش عجان زي حالتنا كده، زي ما بنعجن على طول مع بعض، هنستخدم ايدينا بس، هنعجن مش اقل من 10 دقايق. هنعجن بقى كويس كده بالشكل ده. طبعا العجينة في الأول هتبقى بتلزق في ايديكي، بس كل ما هتعجني فيها كل ما هتبدأ ان هي تنعم، وخلاص بقى كده مش هيبقى في ايديكي اي حاجة. تمام، هتعجني بقى كويس بالشكل ده كده لحد ما تبقى معاكي بالشكل ده. شايفين زي الملبن بتلزق في ايديكي حاجة بسيطة، وهو ده اللي احنا عايزينه علشان الشريك يطلع معاكي في الاخر قطني كده من جوه ويبقى طري. خلاص بقى كده خلصنا العجينة بتاعتنا. هغطيها بقى وهسيبها في مكان دافي لحد ما تخمر. وناخد بالنا ان طبعا اي عجينة بيكون فيها بيض مش بتخمر بسرعة، لان البيض بيبطأ عملية التخمير بتاعتي. تمام، فهي مش هتخمر معاكي زي اي معجنات تانية بتعمليها. هنشوفها دلوقتي اهي. كده هي بعد ما ريحتها حوالي بتاع ساعة ونص بقت معايا بالشكل ده. هاخدها بقى كده على الرخامة وهبدأ ان انا اقسمها لجزئين علشان ان انا اعرف اتعامل معاها. تمام، هقسمها كده لجزئين. طبعا هركن اول جزء، والجزء التاني هبدأ ان انا الف رول بالشكل ده كده، وهقطعه بقى لقطع صغيرة. لو انتي عندك ميزان هيبقى حجم القطعة عندك او حجم الشريك عندك هتبقى حجمها 70 جرام، والوزن ده مناسب جدا وحلو جدا لحجم الشريك بتاعك. ما عندكيش ميزان يبقى هتعملي حجمها قد البيضة مرة ونص. تمام، ادي اهو. انا هنا كده بوزن كل قطعة، وزي ما قلتلك كل قطعة كانت 70 جرام. لو انت حابة تزودي عن كده او تقللي طبعا دي حسب رغبتك انت. بعد ما خلصت كده هبدأ ان انا اخد كل قطعة وهبدأ ان انا افردها وهلمها بالشكل ده، وهبدأ ان انا احاول يعني ان انا اسويها اهي.
تمام جدا. هخلص بقى كل الكمية وبعدين نشوف هنعمل ايه تاني. خلاص هنا خلصت كل الكمية اللي عندي. رصيتها كده في صينية وبعدين غطيتها بكيس بلاستيك عادي، وهسيبها حوالي يعني نص ساعة ترتاح علشان تبقى سهلة معايا في التشكيل. هاخد بقى أول كورة أو أول قطعة أنا عملتها وهبدأ إن أنا أفردها رول بالشكل ده. شايفين كل ما بتريحي العجينة كل ما بتتفرد معاكي بسهولة. هلفها بقى بالشكل ده كده، وخدي بالك خلي يعني الحجم الرول بتاعك كله حجم واحد، يعني ما تخليش مثلا قطعة تخينة وقطعة رفيعة علشان لما تيجي تلفي الشريك يطلع معاكي كله مقاس واحد. تمام. بعد كده بقى باخد اول طرف العجينة كده وبعدين ببدأ ان انا الفه زي ما احنا شفنا كده بالظبط، وهاخد اخر طرف العجينة هضغط عليه ضغطة بسيطة وهتنيه تحت العجينة بالشكل ده علشان ما يفكش معايا لا في التخمير ولا في وهو في الفرن. بعد كده بقى رصيتها في الصينية وهاخد برضو قطعة تانية وابدأ ان انا الفها بالشكل ده كده زي ما عملنا في اول واحدة. شايفين بقى طريقة تشكيلها سهلة جدا، ما بتاخدش معاكي اي وقت. اهو بلفها رول بالشكل ده، بحاول ان انا اسويها كويس جدا من الاطراف، يعني بخلي حجم الرول كله مقاسه واحد، وببدأ ان انا الفها بالشكل ده واخر الطرف بضغط عليه ضغطة بسيطة وبتنيه تحت العجينة، وبرصها بقى في الصينية مش دهنها اي حاجة خالص. رصيتها بقى بالشكل ده كده وهسيبها تخمر تاني. هنا شكلها بعد ما اختمرت وحجمها اتضاعف، ده طبعا صفار البيضة اللي احنا كنا شلناه في الاول. ضفتله معلقتين كبار من اللبن وكيس من الفانيليا، وهضيف له كمان ربع معلقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان، وهقلب بقى كويس بالشكل ده وهبدأ ان انا ادهن وش الشريك. هدهن بقى وش الشريك بالشكل ده كده. طبعا بالنسبة للتزيين، التزيين ده حسب راحتك انتي. انا هنا دهنته بصفار البيضة. لو انتي مش حابة البيض او ما بتحبيش تدهني البيض في المعجنات بتاعتك ممكن تستخدمي معلقتين من اللبن. تمام. بس رشة الفانيليا اللي انت حطيتيها وربع معلقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان ما تقلقيش خالص، مش هيدي اي زفارة خالص للشريك بتاعك، فاستخدميه وانت مطمنة. خلاص كده. بعد كده بقى عندي هنا شوية من السكر، سكر حبيبات عادي خالص. تمام. هبدأ ان انا ارش كده على وش الشريك من فوق. لو مش حابة تستخدمي سكر وحابة بتستخدمي بداله سمسم عادي، مش عايزة لا ده ولا ده ممكن تسيبيها سادة هيبقى برضو حلو. انا هنا حبيت ان انا ارش رشة بسيطة كده من السكر، هتدي شكل وطعم حلو جدا. شايفين بقى ده شكلها. هدخلها بقى الفرن على درجة حرارة 200. مش هحدد لك وقت معين، انت اول ما هتلاقي الشريك اخد لون ذهبي من تحت هتبدأي ان انت تشغلي عليه الشواية. تمام. وده بقى شكله بعد ما خرج من الفرن. اول ما بتطلعيه بيبقى يعني قاسي كده شوية، ناشف شوية، بس اول ما بتسيبيه يهدى بتلاقيه طري خالص وبقى قطني كده معاكي وزي الفل. شايفين بقى ده الشريك بتاعنا اهو، ما شاء الله، حاجة كده روعة. بالنسبة بقى للتلميع، انا هنا استخدمت شربات عادي خالص بتاع الكنافة.
لو مش متوفر عندك شربات هتعملي هتحطي كوباية من السكر عليهم كوباية من المية أو نص كوباية، وهتسيبيهم على النار لحد ما يغلي ويتقل خالص، وبعدين هتسيبيه يبرد وهتبدأي ان انتي تدهني بيه وش الشريك بالشكل ده. ممكن كمان تستخدمي عسل أبيض، هيبقى تحفة جدا. يعني اللي متوفر عندك استخدميه، ممكن ما تستخدميش خالص، يعني ممكن تسيبيه كده ما تحطيش خالص. تمام. ادي الشكل الشريك، شكله حلو جدا، طعمه كمان احلى ما شاء الله. شايفين بقى العجينة بتاعتنا، شايفين من جوه الشريك عامل ازاي، طري جدا، العجينة بتاعته زي القطن تماما اهو ما شاء الله. حلو جدا، ريحته كمان في الوقت ده وقت ما انت بتخبزيه ريحته بتبقى تحفة، ريحته بتبقى مالية البيت كده. طبعا الشتاء عايزة بقى معجنات كتير علشان تدفي البيت كده. أكلها بيدفي وفي نفس الوقت لما بتشغلي الفرن في البيت بيدفي البيت. تمام. فدي كانت وصفتنا النهاردة، وصفة سهلة جدا وبسيطة. ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم، عايزاكم تعملوا له لايك كتير وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب علشان يوصلوا كل إشعارات بكل وصفات الجديدة اللي أنا بنزلها. وأسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.